ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. فيديو النهارده، فيديو كده بسيط، يعني بسيط وفي نفس الوقت فيه شويه حاجات كده حلوه، يعني هتستفادوا بيها. بصوا ازاي تطلعي الملوخيه لونها اخضر، هقولك ازاي تعمليها وتبقى باللون ده، وكمان يبقى طعمها حلو، وكمان من غير مخرطه ولا اي حاجه. كمان البامية نفس الحكاية، من غير ما مخرطة ولا تقطعيها ولا أي حاجة، وازاي تطلع معاكي خضرة وطعمها حلو أوي، غير البامية اللي بتبقى يعني بتقعدي كده تاكلي فيها ما تحسيش بطعم البامية دي. طعمها كده هقولك ازاي تخليها طعمها كده حلو فريش. بصوا عايزة أقولكوا على حاجة. أنا هنا البطة دي محشية، حشيتها. بس للاسف انا كنت بصور والتليفون كان كل شويه افتكر ان هو بصور ويروح في الاخر الفيديو ما يتحفظش. فانا هنا الجزء بتاع الحشو وان انا خيطتها والكلام ده ما اتحفظش للاسف، مع ان هو كان بيقول لي جري الحفظ وما اتحفظش. ف يعني بصوا، بقيت اصور لكم المقطع مره واتنين عشان اتاكد ان هو اتحفظ، فتعبت شويه في الفيديو. ففي فيديوهات كده يعني ساعات كده، كمان خصوصا للناس اللي ملهاش قوي يعني في المونتاج والكلام ده والشغل الفوتوشوب والحاجات دي. يعني انا بصور الفيديو يا دوب بسجل عليه الصوت، واذا كنت بسرع او بقدم الفيديو او كده وخلاص على كده. فيعني الواحد بيتعب شويه في الفيديو. فحاولوا بقى تشجعونا وتعملوا بقى، لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه شويه، حاولوا بقى ان انتوا تعملوا لنا كده لايك او تشتركوا في القناه او وتفعلوا زرار الجرس كده، لو انتوا عايزين مثلا فيديوهاتنا تستمر وتشوفوا الفيديوهات بتاعتنا. فعايزه اقول لكم قبل ما نبدا الفيديو، لو انت استفدتي يا ريت تعملي لايك او حتى يعني لو بمعلومه صغيره، يعني هقول لك شويه حاجات كده ممكن تكوني مش عارفاهم وهتفرق معاكي في الاكل. البطه زي ما قلت لكم انا الجزء بتاعها ما تصورش، فانا هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل في الفيديو، يعني مش هبخل عليكم بحاجه، لا هقول لكم انا عملت ايه بالتفصيل. بصوا هنا دي الملوخيه، انا عملت مع البطه ملوخيه وباميه. الملوخيه تقطعي الورق بتاعها بس ما تقطعهاش بالعود بتاعها، يعني بصوا شايفين ورق بس، الورق ده بيفرق جدا في الملوخيه، بيخلي الملوخيه شكلها يبقى حلو وتاكليها كده وبلونها كمان بيبقى اخضر وحلو. لكن لما بتعمليها بالورق، الورق ده بيخلي الملوخيه كده يبقى فيها زملقه كده جامد، ومش العرق الحلو اللي احنا بنحبه. طيب الملوخيه هنغسلها مره واثنين وثلاثه، لان بيبقى فيها ساعات تراب، لحد ما تلاقي الميه نظيفه تحطي كده في الميه من الحنفيه وتملي الطبق وتغسليها بايدك وتحطيها كده في مصفى، لحد ما تتاكدي ان الملوخيه الميه بتاعتها ما فيهاش تراب ولا قش كده ولا اي حاجه. تغسليها مره واثنين وثلاثه وتكون في حاجه عميقه. تمام، ده بالنسبه للملوخيه. الباميه انا شلت بس الراس بتاعتها، ما تشيليش الراس لحد ما توصلي للبذر، لا شيليها كده بالداير ما يدور، علشان تحتفظ بالبذر بتاعها من جوه وما تسودش كمان معاكي. ده بالنسبه للباميه. وبشيل كمان الجزء اللي من تحت كده، الزر اللي من تحت دي بس، اللي هو الديل بتاع الباميه، يعني بشيل الديل من تحت والراس من جوه بدورها كده تدويره وخلاص. ولا بخططها بالطول ولا اي حاجه. لو هي ناشفه او عجوز او حاجه زي كده بتخططيها بالطول، لان ده بيبقى بيشوك. لكن انا الباميه بتاعتي حلوه وطازه وكمان صغيره كده، فما فيش داعي خالص ان انا اشيل منها اللي هي الخطوط اللي بالطول. تمام، ده بالنسبه للباميه والملوخيه. طيب بالنسبه هنا بصوا بقى في الشوربه بقى اللي هعمل فيها الباميه والملوخيه. ده انا هنا دي الباميه، بصوا بحط بقى شويه كده من الشوربه. طبعا الشوربه ما بتبقيش مملحاها قوي، لان هعمل تركايه كده بتخلي الملوخيه والباميه طعمهم حلو قوي. ما تملحيش الشوربه بتاعت البطه او الفراخ او اللحمه او اي حاجه هتعمليها، ما تملحهاش قوي. تمام، انا حطيت البطه في شوربه فيها حبهان وورق لورا بس كانوا مطحونين وشويه فلفل اسود، وسبتها لحد ما قربت تستوي، وفي الاخر خالص رحت حطيت شويه من الملح. والشوربه كانت يا دوب يعني ملحها اللي هو يا دوب حاجه بسيطه جدا مظبوطه، يعني حاجه بسيطه. تمام، ده بالنسبه للبطه. وكنت حاشيها من جوه فريك وبملح وتوم، ولو حابه تحطي مرقه تمام، مش حابه تحطي مرقه حطي شويه ملح وفلفل ومعلقه من السمنه، دي بتفرق جدا، وشويه كده من معلقه بصل كده مفرومه، دي بتخليها حلوه. وبقلب الفريك، وطبعا الفريك يكون مغسول ومنقوع ومتنقي وتمام التمام. طيب هنا الباميه انا حطيتها زي ما قلت لكم، حطيت الشوربه، حطيت شويه من الشوربه ورحت حاطه معاها بقى عشان بيخليها حلوه، حته كده من الثوم المفروم، يعني معلقه صغيره كده من الثوم المفروم، وربع معلقه صغير جدا او اقل كمان من الكربوناتو. الكربوناتو ده بيحافظ على اللون بتاع الباميه والملوخيه، الحاجات الخضراء دي بتعوز كربوناتو عشان تحافظ على اللون بتاعها.
وبعد كده حطيت الباميه علشان تستوي هي وسليم، وغطيت وتوطي عليها خالص، على فكره ما تعليش النار خالص، تمام، لان انت لو عليتي النار هتسود معاكي، هتفضل تغلي تغلي وهتسود معاكي. نيجي بقى للملوخيه هنا. حطيت برضو شويه من الشوربه، ورحت حطيت معلقه صغيره من الثوم المفروم، وحطيت رشه من الكربوناتو، برضو رشه خفيفه خالص، اقل من ربع كوبايه، اقل من ربع معلقه. وبعد كده ضربت الملوخيه بشويه شوربه في الخلاط، الشوربه تكون دافيه شويه، ضربتهم في الخلاط من غير ولا مخرطه ولا اي حاجه، والباميه زي ما انتوا شفتوا حطيتها سليمه في الشوربه. ضربتها في الخلاط بشويه شوربه صغيرين، وما حطيتش اي حاجه، لان انا حاطه في الشوربه توم، وحاطه في الشوربه برضو كربونات. والملوخيه يا جماعه ما بتغليش، يعني هي غلوه التانية وخلاص وتطفي على كده. انا هنا اهي غلت يا دوب، قلبتها كويس، تشوفيها بقى ما هي تخينه عايزه شوربه، عايزه تخففيها شويه كده. ويفضل عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا في الباميه والشوربه والحاجات دي، تحطي شويه شوربه صغيرين، ولو احتاجت تزودي احسن بكتير جدا ما تحطي شوربه كتير، وبعد كده تطلع معاكي الملوخيه قليله، وفي الاخر تبقى صيصه معاكي وتسقط او تبقى خفيفه يعني معاكي. انا هنا كنت بقول لكم لو عندك فلفل اخضر بس يكون حراق بسيط، انا هنا الفلفل ده حراق جامد جدا جدا، والاولاد مش هياكلوا من الاكل لو انا حطيته. فلو انت عندك فلفل متوسط او فلفل بارد، اعملي شويه كده مع التومه وحطيها في الشوربه، بتفرق جدا جدا جدا. انا حبيت بس اقول لكم المعلومه، انا ما عملتهاش بس حبيت اقولها لكم، لان لما بيبقى عندي فلفل بارد بصراحه بعملها بتخلي الملوخيه طعمها حلو كمان، والباميه. تمام، هنا خلاص الباميه بتاعتي، بصوا انا ولعت عليها وسبتها كده 10 دقايق كده على نار متوسطه او هاديه شويه، لحد ما تلاقيها بقى ايه غلت كده وبقت خضره وحلو. هتجيبيها بقى وهتضربيها برضو في الخلاط بالشوربه بتاعتها، تمام، عشان كده انا حطيت شويه شوربه صغيرين. بتحطيها كده وتشوفيها بقى تقيله، عايزه شوربه، انا هنا زودتها كمان شويه من الشوربه لان هي كانت تقيله شويه. كمان لو هتاكليها بعيش مصري تخليها تقيله عشان تمسك معاكي في العيش، لو هتاكليها بعيش بلدي ممكن تخففيها شويه. بصوا اللون بتاعها، عايزه اقول لكم لونها جميل جدا جدا جدا، وطعمها بيبقى حكايه، حته التوم دي في الشوربه بتخلي الباميه والملوخيه طعمهم حكايه جدا. كمان الطشه هعمل لكم فيها طريقه حلوه. الطريقه دي انا خدتها من اختي قبل كده، قالت لي بتعملي ايه في الطشه علشان تخلي الطشه معانا حلوه، مش مجرد توم وشويه كزبره وخلاص، وبتدي كمان طعم ونكهه حلوه للملوخيه والباميه. هنا هطش الباميه، هجيب كده معلقة كبيرة من التوم، لازم يكون توم الكمية بتاعته كويسة بالنسبة لكمية الأكل اللي انت هتعمليها، يعني ما ينفعش أعمل معلقة صغيرة في حلة كبيرة بتاعت بامية أو ملوخية، التوم مش هيبان، البامية والملوخية بيحبوا التوم الكتير. فهنا حطيت معلقة كبيرة، وحطيت معلقة صغيرة من الكزبرة مليانة. وهنا هحط برضو، تخلي بالك على كمية الملح اللي انت حطاها في الشوربة، وكمية الخضار او البامية او الملوخية اللي انت عاملاهم، اذا كانت حلة كبيرة اذا كانت حلة صغيرة اذا كان طبق واحد او طبقين، يعني تخلي بالك برضو. انا هنا عاملة حلة متوسطة، يعني عبارة عن 4 اطباق تقريبا كبار، فحطيت مكعب من المرقة كامل، تمام. الملوخية عندي قليلة فهحط نص مكعب. هنا حطيت التوم والكزبرة، اول لما ياخدوا كده تشويحة كده والتوم يبدأ يطلع الريحة بتاعته، بنزل بمكعب المرقة تاخد التشويحة بتاعته. والتوم يا جماعة كمان هقول لكم على معلومة تاني، التوم يبقى لونه ذهبي، اول لما يبطل كده رغاوي خلاص هو كده استوى، ما تسيبوهوش ثانية، على طول تتوشيه على البامية او الملوخية، طشته على طول على البامية علشان يحتفظ بلونه وبقوامه ويفضل معايا التوم حلو. وكمان هو لما بيرجع في البامية بيرجع يطرى كده ولونه كمان بيفتح، بس ما تقولوش بقى ان هو يعني نحمره زيادة عشان لما بيرجع في البامية بيفتح، لا، يا دوب يبقى لونه ذهبي، كل ما كان لونه ذهبي كل ما اداكي طعم احلى واحلى كمان في البامية. هنا برضو هطش الملوخية، انا غسلت الطاسة وهحط بقى فيها الزيت. عايزه اقول لكم في الصيف بعمل الباميه، وفي الشتاء برضو يعني بعمل الباميه والملوخيه بزيت اكتر الاوقات، اوقات كده بسيط، يعني لما بكون مثلا عاملاها على فراخ كده طبق وراك ولا حاجه زي كده، بحب اخلي الحاجه يبقى ليها طعم، فبروح احط شويه من معلقه السمنه كده او حاجه. لكن دي البطه عندنا هنا طعمها حلو، مطعمه معايا كويس جدا الشوربه. فهنا برضو بصوا انا هنا كمية الملوخية اللي هعملها كمية قليلة تقريبا نص البامية، فمش هعمل بقى كتير، فيا دوب كده هحط نص
مكعب مرقه. حطيت الثوم، معلقه كبيره من الثوم ومعلقه صغيره من الكزبره تكون مليانه، وبعد كده حطيت عليها مكعب مرقه، يا دوب قلبته. اول ما بقى لونها ذهبي طشيتها على طول في الملوخيه. باخد شويه من الملوخيه في الطاسه اللي كنت بطش فيها علشان اخد كل البقايا كده والحاجات اللي بتبقى لازقه في الطاسه من التوم، عشان اخد كل الحاجات اللي انا عملتها. والمرقه خلوا بالكم برضه عشان هي بتلزق من تحت، فلو في حاجه في بقايا الطاسه كده خديها عشان هي دي اللي هتدي الطعم معاكي. بصوا الباميه الملوخيه خلاص. بصوا انا طفيت عليها يعني دوب ولعت كده اديتها غلوه وخلاص. نيجي بقى للبطه الحلوه بتاعتنا دي. انا جبت كده عندي معلقه من الكاتشب، معلقه كبيره من الكاتشب ومعلقه صغيره من المستردة. تمام. حطيت عليهم فلفل اسود وخلاص، ما حطيتش ملح ولا اي حاجه. هي الكاتشب والمستردة الملح بتاعهم حلو. عايزه تحطي بقى معاها معلقه سمنه وتقلبيها بالكاتشب والمايونيز، بس انا بحس السمنه بتفصل من الكاتشب فحطيتهم الاول، وبعد كده جبت بقى نقطت كده عليها بشويه سمنه ودهنتها بالفرشه. يعني حطيت السمنه على الكاتشب بعد ما دهنتهم، يعني بعد ما دهنت البطه نزلت عليها بالسمنه ودخلتها الفرن كده تحت الشوايه وولعت عليها من فوق ومن تحت، وتاخد تحميره كده خفيفه عشان ما تحرقش معانا. ودي كانت النتيجه. مش هتلاقوا باميه ولا ملوخيه فاتحين ولونهم اخضر كده وطعمهم كمان جميل، مديني يعني واخده منهم كده طعم الخضار الاصلي. يعني طعم الملوخيه باين جدا، طعم الباميه باين جدا وحلو قوي قوي قوي. زي ما قلت لكم تعبت شويه في الفيديو علشان في حاجات ما اتسجلتش، وكنت بصور الفيديو المقطع مره واثنين وثلاثه عشان اتاكد بس ان هو اتسجل. ولحد ما التليفون بصراحه يعني كان هيفرقع من كتر الفيديوهات. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتشجعونا، ولايك وشير للفيديو، واشوفكم فيديو